السطور إمام عاشور بيحرز هدف، وجراديشار بيولع نار وبيحرز الهدف الثاني. يلا بينا نحلل ماتش الأهلي وبتروجيت. معاكم مصطفى أبو جبل، أخوكم وحبيبكم. إن شاء الله يعجبكم تحليل المباراة، وأتمنى لكل الناس اللي بتدعمنا وبتحبنا لايك وشير، وانت معدي كده على الفيديو بتاعنا. يا رب يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الأهلي بيبدأ التشكيل والماتش بتاعه ب3-4-3. كحارس مرمى الشناوي، قدام منه العش ورامي ربيعة وهاني، قدام منه 4 كريم والسولية ومروان والشحات، وقدام منه 2 أمامه قفشة وراس حربة جراديشار. بداية قوية من الفريقين، والمباراة بدايتها يعني كويسة، فيها كورة، مباراة جميلة، مباراة ممتعة. الفريقين يعني بشكر كابتن سيد عيد ان هو بيورينا كورة حلوة، على مش الكورة الدفاعية البحتة بتاع الفرق اللي هي المفروض اخر الجدول ونص الجدول، والفرق اللي كل الاهلي والزمالك او بيراميدز بيلعبوهم تبص تلاقيهم زون ديفنس. وهي طريقه من الطرق بتبقى طريقه مدربين كبار، ولكن بتروجيت مش بيتراجع بصراحه، وبيقدم مباراه جيده. كان ممكن يحصل فيها برضو في الامور امور في اخر الماتش، ولكن هنبدأ الماتش معاكم والتحليل. دقيقة 9، هجمة منظمة للأهلي، ولكن مس باص من قفشة بتنتهي بتماس. بعد كده ثرو باص عالمي من السولية، ولكن المدافع بيلحقها قبل جراديشار. والاهلي سريعا السطور امام عاشور بيحرز الهدف الاول. ماركة امام عاشور بتسديدة تخبط في الارض وتغلط الحارس ار2. والهدف ده انا شفته قبل كده يا جدعان، شفته قبل كده، بس للاسف هو كان في الاهلي في نهائي كاس مصر، الزمالك والاهلي، بطريقة امام عاشور في الشناوي. وبصراحة يعني كان هدف حلو، وده برضه هدف ولا اروع. ولكن يا بختنا حظنا علي وامام عندنا. لكل عشاق الاهلي وحبايبنا. بصراحة لمسات جراديشار لمسات راجل لعيب كده، كوير، بيحب الكورة، اللي هو بيلعب السهل منه وما بيحبش الفلسفة. حاجة كده شيك. وشفت اللي هو زي ما بيقولوا جراديشار كده بيلعب وهو لابس بدلة، مش بدلة بكرافتة، بحاجة جميلة كده بصراحة. حاجة شيك في نفسه كده. جراديشار بتعجبني طريقته، ولكن لو هتسألني وسام ولا جراديشار هقول لك وسام قولا واحدا. يعني انا من عشاق راس الحربة الهجام اللي بيعمل كل حاجة، ولكن تقدر تستفيد من الاتنين في مباراة بتحتاج ده وفي مباراة بتحتاج ده. والحمد لله ان احنا بقى عندنا كواليتي مرعب ان شاء الله في راسات الحربة باذن الله. طريقتين مختلفين، وان شاء الله يخدموا الاهلي في الايام اللي جايه دي يعني. وحاجه تانية، الاهلي ايقاعه بيتظبط بعد وجود العش في الدفاع بصراحه يعني. الاهلي ما كانش بيعرف يطلع بالكوره، وما كانش بيعرف يباص. دلوقتي في عجباني فكره ان العش وهاني هما الاتنين مساكين اللي جنب مروان. هما اتنين مساكين باكات زي ما بيقولوا يعني. طريقة بصراحة عجباني جدا، وكنت بناشد كل المسؤولين في الاهلي ان هو من السنة اللي فاتت ومن اللي قبلها ومنتخب مصر ان هم يلعبوا بالطريقة دي، انها طريقة سلسة وفي نفس الوقت بتخدم ان احنا دفاعيا بنبقى اقوياء، وفي نفس الوقت خط الوسط بتاعنا بيبقى فايق ومرتاح، وهجوميا ولا اروع بصراحة. والاهلي بيعرف يخرج بالكورة دلوقتي بهدوء ونظام وفعالية رهيبة، عكس الاول ما كناش احنا كنا بنشتت وبنشلت زي ما بيقولوا في الكورة يعني. لا احمد مصطفى العش فرق مع الاهلي بصراحة، نجم من نجوم اللقاء، وعامل اسيست لامام عاشور الهدف الاول.
عامل ماتش بصراحة يستحق ان هو يبقى رجل مباراة، هو وامام عاشور اللي بيعمل كل حاجة في الكورة. واتمنى بس من امام عاشور ان هو يبص على زمايله بس يعني شوية. مش هتعمل كل حاجة في الكورة، مش هتعمل الكورة الحمد لله مدياك وعامل حاجات حلوة، بس يعني مش بزيادة. في وقت لازم تباص فيه، لازم تبص على زميلك، لازم تطلع اسيست، مش كل كورة هدف. كريم الدبيس لعيب بياخد الثقة ماتش بعد ماتش بصراحة، وبيعمل مباراة برضه هايلة، بيخش تالت معاهم مع إمام والعش بصراحة. عامل ماتش كويس، تحركات كويسة، هادي وراسي كده، بياخد الكورة وهيجيب مع الماتشات خبرة. واتمنى برضه هنستفيد منه مع معلول ومع عطية الله. ولو ان اعتقد ان معلول هيركب ان شاء الله برضو، ده حاجة احنا نتمناها في طريقة 3-4-3، هتخدمه قوي وهتطلع منه نار برضو علي معلول في طريقة 3-4-3. وفي حاجة تانية برضو فيها عليها كورة الشناوي على طول على المغمض عند الدبيس على المغمض، وهو ماشي عند الشحات يمين شمال. بقى في حلول على المغمض، ان انت مش بيشتت، مش بيطلع وخلاص. الكورة طالعة من الشناوي، عارفة ان هي رايحة للدبيس. الكورة طالعة من الشناوي، عارفة ان هي رايحة للشحات. دي حاجات في الكورة برضو اختلفت في الاهلي، ما كانتش موجودة. امام بيحاول يرد الجميل لجراديشار بمهاره وش رجل الخارجي. ومع احترامي الامام راجل لعيب وانا بعشقه، لعيب كوره عالمي، ولكن بمواصفات عالميه. ولكن يا امام مش كل اللي بيلعب بوش رجله الخارجي دي مهاره احنا ناسينها. فكرنا بيها جراديشار اليومين اللي فاتوا، بس هي كانت لنجم واحد بس، هو طبعا 22 تريكا ابو فانيلا حرير حمراء. انت عندك كرة كبيرة، بس برضو في حاجات مش لازم نقلدها. طبعا بعد كده تحركات ومهارة من امام وترقيص للجول، ولكن بتتكعبل الكرة في رجله، والدبيز في المدرجات يا راجل. في حد يحط كده يا عم الدبيز؟ ماشي يا عم. بينتهي بقى الشوط الاول، والشوط التاني باهلي جميل زي مرنجي جميل، هجمة ولا اروع وامام مثير بصراحة، حاجة ولا اروع. ولكن بيضيع جنب القائم كرة ولا اروع بصراحة. بعد كده بتروجيت بيدخل الماتش بقى الشوط التاني، يعني بيستفيق شويه ويمسك كوره بضغط عالي بحاجه محترمه على الاهلي ويهدد الاهلي، وكان في اكتر من كوره ممكن يحرز هدف. بعد كده كولر بيحس ببتروجيت، وان الكوره ضايعه منه، الكوره التانيه ضايعه منه، بيغير خروج الشحات والسولية ونزول ندفد وعبد الله، وبيرجع الاهلي ل4-3-3 بدل 3-4-3. وبيتحرر محمد هاني طبعا شويه لقدام، والاهلي بيلعب 4-3-3. جراديشار بيطلع نار يا عبد الستار، باسيست من عبد الله اللي بيضغط على المدافع وبيعمل اسيست لجرادي، يحرز هدفه التالت والتاني في المباراة. يبقى لكل مباراة هدف. شكرا جراديشار، واتمنى الاستمرار في كل ماتش كده. يا سلام لو جون، يا سلام لو جون، وسام يبقى جون برضو، يبقى الواحد على الاقل ضمن كل ماتش جولين. بعد كده الاهلي بيمسك كرة وبيتلاعب ببتروجيت وبينتهي بهدف، ولكن الراية بيلغي الهدف طبعا لجراديشار اللي المفروض كان هيحرز الهدف الرابع ليه. محمد عبد الله لاعب واعد وجاي منه بصراحة، يعني يا ريت يشركوا كتير عشان يتطور. وامام انفراد وباص عالمي من مروان، ولكن بيضيع كالعادة لانه عايز يعمل كل حاجة كل حاجة. بعد كده في اخر دقيقة هدف اول مستحق بعد اجتهاد من لاعبي بتروجيت، وريح لاعبي الاهلي لينتهي اللقاء بهدفين لهدف.
واتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير لحبيبك واخوك مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.